اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد. ده الفيديو اللي هيجيب مشاكل، لان انا الفيديو ده طالع عامل مقارنه حاسمه ما بين الريدمي بادز 6 اكتف وما بين الكي 20 اي، بما انهم سماعتين عظم ونفس الفئه السعريه 1200 او 1300 جنيه. طيب انا هقول لك المواصفات، ولو عايز تعرف تجربه الصوت في الاثنين ارجع هتلاقي البادز اكتف هتلاقي ليها فيديو شرح بتجربه صوت، وهتلاقي الكي 20 اي بتجربه صوت. بس خلينا نقول مواصفات بالنسبه للسماعتين. بص انا هحاول عشان تكون المقارنه عادله. هنحط هنا الانكر الكي 20 اي، وهنحط هنا السماعه ال6 اكتف. اول حاجه نقارن في البطاريه. بطاريه الاكتف بتقعد معاك 30 ساعه، بطاريه الكي 20 اي بتقعد معاك لحد 36 ساعه. عدد المايكس هنا 2 مايكس وهنا 2 مايكس، فجوده الصوت تقريبا هتكون واحده، بس برضو ارجع لتجربه الصوت في الفيديوهين. جيمنج مود في الكي 20 اي، ال6 اكتف للاسف ما فيهاش الجيمنج مود. مكالماتها معززه بالاي اي، اما بالنسبه للشاومي فهي غير مدعمه بالذكاء الاصطناعي الاي اي. درايفر 13 مللي، وبالنسبه للشاومي درايفر 13 علامه 2 مللي. فيها فاست تشارجنج 10 دقائق يقعدوك 3 ساعات. هنا الفاست تشارجنج بتاعها ال 10 دقائق بيقعدوك ساعتين بس. السماعه الواحده هنا بتقعد 6 ساعات، وهنا برضو بتقعد 6 ساعات. طبعا الاثنين بيدعموا الابلكيشن، لكن هنا يزيد على الشاومي ان هي فيها بوب اب نوتيفيكيشن لما بتفتح السماعه من القرب من اي موبايل اندرويد. بس دي مقارنه سريعه للناس اللي عايزه سماعه عظم يقارن ما بين الكي 20 اي ولا اشتري السماعه الاكتف. انا كده حليت لك الجدال، شرحت لك المزايا والعيوب. عايز تعرف تجربه الصوت ارجع للفيديوز. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف كل جديد.